النهاردة جاي لكم وجايب لكم معايا أكلة كلنا بنحبها، كبير وصغير، ولما يكون حد طبخها كل الناس بتشم ريحتها وتقول يا بختكم هتاكلوا النهاردة ملوخية. وفي نوعين من الملوخية، ملوخية خضراء وملوخية ناشفة، وبتحتوي الملوخية على بروتين ودهون وألياف، وكمان غنية بفيتامين A وفيتامين B وحديد. ومن فوائد الملوخية إنها بتنظم ضربات القلب وبتعالج أمراض الجهاز الهضمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تفريز الملوخية الخضراء بطريقة سهلة قوي هتعتمديها ان شاء الله على طول. اول حاجه نجيب ملوخيه زي ما انتم شايفين ورقتها عريضه كده، هنفضل نقطفها ونسيب العنقود الصغير اللي انا وريته لكم ده عشان يعمل معاكي عرق في الملوخيه. هتبداي تغسليها تنزليها في ميه وتشيليها منها كذا 3 4 مرات لحد ما تبقى معاكي الميه نظيفه. هجيب معايا حله على النار واحط في قلبها معلقه كبيره كربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم ومعلقتين كبار من السكر. انا طبعا عامله كميه كبيره، لو عامله كميه اقل من ديت طبعا هتحطي مثلا معلقه بيكربونات صغيره ومعلقه سكر كبير حسب ما انتي الكميه اللي انت عاملاها. هتبدا الميه تغلي معايا، هبدا انزل بالملوخيه بتاعتي. لو انت بتعملي كميه كبيره زيي بلاش تحطي الملوخيه كلها مره واحده عشان يعني تعرفي تتحكمي فيه. انا كده هنزل بالملوخيه بتاعتي وهبدا اقلب فيها. هتقلبي فيها حوالي دقيقتين 3 لحد ما تلاقي الملوخيه دبلت معاكي كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. يا ريت انتوا تتفرجوا معايا الفيديو تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. ونصلي على سيدنا النبي في التعليقات عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هقلب كده الملوخيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين تقلبتين كده لحد يعتبر دقيقتين ولا حاجه او 3 دقايق لحد ما كل الملوخيه بتاعتي تحس انها دبلت خلاص كده واخضرت. وهي اصلا اول ما بتنزل في الميه اللي بتغلي بتخضر اكتر، ولازم تحطوا كربونات وسكر زي ما قلت لكم. الكربونات بيساعد على ان الملوخيه تحتفظ بالخضار بتاعها ويبين خضارها اكتر، والسكر بطعمها وماده حافظه للملوخيه. كده هنأديها تقلبتين كده كمان وتبدأ الملوخية بتاعتي تبقى كده مظبوطة. نبدأ نطلعها، شايفين الخضار بتاعها عامل ازاي؟ كده خلاص خلصتها. هبدأ اطلعها بقى في المية الساقعة. عندي طبق فيه مية ساقعة بتلج، لازم المية تكون ساقعة جدا وفيها تلج ان امكن يعني، عشان تطلعي من السخن تحطيها على الساقع تتنيها محتفظة باللون الخضار الحلو بتاعها. انت ممكن لو طلعتيها وتسيبيها من غير ما تحطيها في ميه بتلج هتلاقي لونها بدأ يأكسد. اما بصي ما بتحطيها في ميه بتلج بتلاقي لونها اخضر واللون باين اكتر كمان، وبتنيها محتفظه بالخضار بتاعها. كده خلاص انا خلصتها وشلت ازازتين، كنت حاطه ازايز تلج كمان عشان تتنيها متلجه اكتر. هاخدها بقى واصفيها واحطها في المصفى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اجيب بقى الخلاط بتاعي او الكبه او اي حاجه انت عايزه تضربيه بيها. هنحط بقى في الشفشق. حطي بقى كمية، ما تحطيش يعني تمليش الشفشق للآخر، حطي مثلا نص وحطي عليها نص كوباية مية وابدأي اضربي بقى ايه تكة وافصلي. تكة وافصلي، ما تشغلوش ان هو انت تشغليه كله لا، عشان هتنعمش معاكي قوي. انا عايزاها تبقى اكنها برضو فيها نسبة خشونة من زي اكنها متخرطة كده زي ما انتوا شايفين كده. تكة وافصل وشايفين لونها، واوريكم طبعا دلوقتي القوام بتاعها عامل ازاي والخشونه اللي انا بقولكوا عليها. اكيد انتوا فاهمين قصدي ايه. وهبدا بقى اكمل بقيه الملوخيه بتاعتي. انا عملتهم تقريبا على 4 مرات او 5 مرات وكل مره بزود نص كوبايه من الميه. يا ريت تتفرجوا معايا على الفيديو تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. وما ننساش نصلي على سيدنا محمد في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده كده تقريبا آخر شفشق هحطه، برضه هحط له نص كوباية مية. ولو حسيتوا ان الملوخية بتاعتكم يعني تديها تكة وتفصيلة، عملت يعني علقت منك او حاجة بالمعلقة كده وتديها تقليبة، هتبقى معاكي كويس.
يعني تديها لو حسيت ان هي فيها يعني وقفت ولا حاجة، نص كوباية مية وتديها تكة وتقلب تكة وتقلب، عشان برضو ان هي ما تتنعمش معاكي قوي زيادة عن اللزوم. انا عايزاها تبقى خشنة شوية، بس مش خشنة ان هي ما تكونش اتخرطت كلها، لا خشنة. هوريكم شكلها دلوقتي. كده خلصنا كل الكمية اللي معايا. هوريكم بقى شكلها في الطبق عامل ازاي، وهوريكم هنخزنها مع بعض ازاي. ادي كده شكل الملوخية. يعني دول اخر حبة. بص القوام وهو نازل عامل ازاي. يعني عايزاها تقيلة كده وتكون خشنة بسيط. كده. وطبعا كل مرة هتنزلي من الشفشق بسباتيولا كده، وتنزلي كل اللي في الشفشق، عشان ما تحطيش عليه يعني يكون فاضل شوية تحت وتحطي عليه جديد، تيجي تضربيه تلاقي اللي تحت ناعم قوي. لا، كل شفشق بشفشقه كده تنزليه. انتوا شايفين الخضار بتاعها عامل ازاي؟ هي في الحقيقة بقى اخضر من كده، يعني الكاميرا مش مبينة لونها بالظبط. وشايفين القوام بتاعها تقيل ازاي. انت برضو ما تكتريش عن نص كوبايه ميه عشان ما تخفش معاك اكتر، عشان انت لسه هتزوديها شوربه بعد كده ما تيجي تستعمليها. واعمليها بالطريقه اللي انا عملتها ديت، ان شاء الله تاكلي احلى ملوخيه خضراء باذن الله. تفرزيها وهتعتمديها على طول. هتبداي تجيبي معاكي الاكياس، واي كوبايه كده تحطي فيها كيس، وتبداي تنزلي. انت مثلا عايزه كبشه اتنين تلاتة على حسب ما انت بتحتاجي، او على حسب عدد افراد اسرتك. وهتبداي تبططي الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ده بيسهل عليكي انها تفضل في الفريزر مفروضه كده، ما تاخدش مكان، وتسهل عليكي تيجي تطلعيها تكسريها كده على طول برضو لو انت مستعجله. وتسهل عليكي كمان لو انت عايزه نص الكيس مثلا، مش عايزه تعملي الكيس كله مثلا لو كمان كبير. بتسهل عليكي حاجات كتير. شايفين اللون بتاعها والخضار. انا عايزه القوام بتاعها زي ما انتوا شايفينه كده، بنفس التقل كده ونفس الخشونه زي ما انا اوريكم. ما تزوديش ميه عن كده عشان ما تنعمش معاكي برضو اكتر من كده، انك لو زودتيها ميه وجيتي تضربيها قوي هتنعم معاكي زياده عن اللزوم. فهي كده قوامها حلو، ويعتبر نص كوبايه الميه على اللي انا حطيته في الشفشق. حلو شفشق الخلاط. لو عايز تعمليها في الكبه برضو اعمليها. وهبدأ بقى أرصها كده وأبدأ أحطها في الفريزر عندي عشان تتجمد، وتطلع معاكي كده إن شاء الله أحلى ملوخية. جربوها إن شاء الله تعتمدوا الطريقة على طول. يا رب طريقة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتم بأي حاجة مني. ولو عايزين أي حاجة مني اكتبولي في التعليقات وأنا إن شاء الله أعملها لكم. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.